احنا فين يا بابا؟ دي مبانينا ودي نقوشنا، بس الناس دي شكلها غريب قوي. دول سواح ولا محتلين؟ لا سواح ولا محتلين يا نفر، دول أهل البلد، بس قرروا يقلعوا توبهم ويلبسوا توب غيرهم عشان يحسوا إنهم متحضرين. طب وليه غيروا لبسهم؟ هو اللبس العربي أثر معاهم في حاجة؟ ده حتى ملوك أوروبا كانوا بيقلدونا زمان. ودي يا ابني عقدة المغلوب. لما تنهزم نفسياً بتشوف عدوك هو الأعلى في كل حاجة، فتبدأ تقلده في لبسه ومشيته وحتى كلامه، ظناً منك إنك هتبقى قوي زيه. يا بابا دول عرب ومسلمين وشكلهم مثقفين، بس أنا مش فاهم ولا كلمة. هي دي لغة إيه؟ لاتيني ولا إسباني؟ لا يا ابني، دي رطانة. بقوا يتكسفوا يتكلموا عربي لغة القرآن والعلم، وبيحاولوا يتكلموا بلسان قتالة عشان يبانوا مودرن ومتحضرين. ابن خلدون قالها: المغلوب مولع بتقليد الغالب. لما تحس إنك صغير بترمي لغتك وتاريخك وتجري تقلد اللي هزمك، فاكر إن ده هيخليك قوي زيه. بس اللي ينسى لغته ينسى تفكيره يا بابا. يعني هم كده سلموا عقلهم للعدو قبل ما يسلموا أرضهم؟ دي بداية النهاية بجد. إيه العاصفة دي؟ كنا في القصر والجو جميل، إيه اللي جابنا الصحراء والغبار ده؟ عيني مش شايفة حاجة. هنا الرجولة يا نفر، سيبك من بتوع الرطانة. احنا دلوقتي عند يوسف ابن تأشفين، رجال لا يعرفون الا الله والسيف. بص بياكلوا ايه؟ خبز ناشف وتمر، لا فيه موشحات ولا رقص. التقشف ده هو اللي صنع القوة اللي هتنقذ الأندلس كمان شوية. فهمت. اللي غرقوا في النعيم والتقليد محتاجين اللي عاشوا في الخشونة عشان ينقذوهم. المعادلة واضحة يا بابا. الخيمة دي يا نفر مش مجرد قماش، دي رمز الناس اللي ماسكة هويتها بإيديها واسنانها. النهاردة الخيمة بقت ناطحة سحاب والسيف بقى موبايل، بس السؤال لسه هو انت ماسك هويتك ولا ماسك قشرة غيرك؟ ابن خلدون حذرنا والتاريخ أكد لنا: المقلد دايما مغلوب، اختار طريقك. المرة الجاية هوريك ازاي النعيم والرقص كانوا آخر مسمار في نعش الأندلس. اشترك عشان ما تفوتش الجزء الثالث، السم في العسل.